ورقة وقلم بقى واكتبي معايا عشان دخلنا على الأسئلة اللي بتلخبط. ايه الفرق ما بين الكونتور والبرونزر؟ اللي هو انا مش كريمة انا كرم، يعني حاجتين دايما بنتلخبط فيهم، فهحاول النهاردة في الفيديو ده ابسط لك الموضوع واوضح لك الفرق ما بينهم. هتكلم تقريبا في نقطتين تلاتة، لونهم ايه، احطهم في انهي مناطق في الوش، إيه النتيجة اللي انا بطلع بيها من خلالهم. اول حاجة اللون، الكونتور بيكون لونه بني بارد، بني مايل للرمادي، تمام، زي حاولت اشوف في المتاح عندي حاليا درجة شبه كده، مع اختلاف طبعا انتي سمرة ولا فاتحة، نبدأ نغمق او نفتح، بس هو بني بارد مش محمر، بني على رمادي. المحمر ده بقى بيكون لون الايه، البرونزر. شفتوا الفرق ده؟ كده لون البرونزر. طيب استخدمهم بقى ليه؟ ايه النتيجة اللي انا عايزة اطلع بيها من استخدامهم؟ اولا الكونتور ده وظيفته ان هو ينحت لي ملامح الوش، تمام، بحدد بيه الشيب بتاع الوش اللي قدامي. زي بالظبط لو حد جه يرسمك، اللي ليه في الرسم ممكن يبقى فاهم معايا الجزئية دي. بيكون في اماكن في الرسم في الوش بتبقى اماكن نور واماكن ظل، تمام. يعني انت دلوقتي لو في ضوء اتسلط على وشك سواء شمس او لمبة او كده، بيكون في الهاي بوينتس عندك، الحتت العالية بتكون منورة، والحتت التانية الخافسة اللي داخلة لجوه دي بتكون ظل، بتكون مظلمة شوية، تمام. فهو لو ما عملش كده هيبقى الوش فلات كده، فاهمه قصدي؟ ده اللي بيحدد لي، شكل لي الشكل بتاع الوش. حتت عايزين ننورها بنحط عليها لون فاتح، وحتت عايزين ندخلها لجوه شويه بنحط عليها لون غامق. هو ده الكونتور. اللون الغامق ده بيكون لون بارد، بيكون لون ظل، ما بيبقاش لون محمر من الشمس، فاهمين قصدي؟ بس حتى تلاحظي لو جيتي مثلا تعملي ميك اب عند ميك اب ارتست، بيجوا لي بنات يقولوا لي انا مش عايزه اغير ملامحي، انا مش عايزه اطلع واحده تانية، انا مش عايزه ميك اب يغيرني، عايزه اطلع زي ما انا. فدي بنعمل لها الكونتور على حسب نحتة وشها الأصلية، يعني بحط الظل في أماكن الظل الحقيقية اللي في وشها، مش بلعب أو أغير في ده، لأن الكونتور هو اللي في إيدينا نغير بيه حاجات للبشرة. أرفع بقى الخدود شوية أو أعمل لها خدود لو ما عندهاش، أصغر المناخير سنة، اقصر القوره شويه. اللعب ده كله بيكون بالكونتور مش بالبرونزر، تمام. ده كده الكونتور. البرونزر بقى لونه محمر، فهو جاي من الشمس، انا بدفي بيه البشره، ما بيتحطش في الاماكن بتاعه الكونتور. يعني هو بيتحط لو انت تعرضتي للشمس شويه ولا نزلتي البحر او كده، ايه الحتت اللي بتطلعي بتكون محمره، او لو تقلتي شويه وتبقي خدتي تان، ايه الحتت اللي بتكون محمره؟ الحتت العاليه مش اللي داخله. فعشان كده هو عكس الكونتور شويه، بتكون الجزئيه دي هنا، فاهمين قصدي؟ فده اللي بنحط بيه البرونزر، يديني دفء بس للبشره، او يديني اللوك التان. فهمتوا حاجه؟ باي.